الأمازيغ ارتكبوا 3 أخطاء قاتلة. 1. ترك الساحة الدينية أكبر خط، فلا بد من تدريس الدين الإسلامي وتدريس التربية الإسلامية بالأمازيغية، فالإسلام صالح لكل زمان ومكان ولغة. ففي المغرب هناك إسلام مخزني، إسلام ووهابي وسلفي وإسلام صوفي وإسلام إخواني. إن هو الإسلام الأمازيغي الذي لغته الأمازيغية وحروفه الأمازيغية. يجب جعل الإسلام داعما للهوية وليس مناقضا لها، فنحن كتركيا عجم. الخط الثاني: بعد المقاومة وطرد الاستعمار، الأمازيغ وثقوا في بعض الأحزاب والمخزن. غياب حزب سياسي أو مكتب سياسي يساير عمل المقاومة المسلحة أثناء الاستعمار، ولا زال الأمازيغ حتى الآن لا يعيرون للسياسة أهمية كبرى والتصويت. فالأحزاب والتنسيبقيات والفيدراليات والمؤسسات السياسية ضرورية جدا أكثر من العمل العسكري نفسه، لأن السياسة تدوم لقرون، بينما المقاومة والحراك الشعبي والثورة تدوم لسنوات فقط وتنتهي، والحزب السياسي القوي يتحكم في جميع المؤسسات والحقل الديني ويتكم حتى في الجماعات الأخرى ويحاربها. 3. عدم تقعيد اللغة الأمازيغية.